عمرك شفت رئة بالشكل ده قبل كده؟ بنفخة واحدة بس خلى البقرة بالونة قدام ضفتين من النهر متفصلين بقالهم سنين. بطلنا مسك الحبل ووصل الجانبين ببعض، وده ساعد في التعاون الاقتصادي بينهم. حتى وهو بيواجه عدو اللدود الذئب مكروري، دروبي كان هادي ومطمن. الذئب حاول يغير اتجاه القضبان علشان القطر يخبط دروبي، بس أول ما القطر قرب دروبي استخدم حيلة نقل البيت وحل الموقف بسهولة. ولما الذئب حاول يزق صخرة يسحق بيها بيت دروبي، الأرض هي اللي وقعت بيه. بعدها الذئب حاول يولع في عربية دروبي، لكن العربية اتحرقت في لحظة وما فضلش منها غير الهيكل. دروبي لقى مكان فاضي وبنى بيت خشب بيجي في علبة. العلبة اتفتحت وطلع منها بيت جميل، ناقصه بس المزرعة. السياج الأوتوماتيكي اتمد لوحده واستولى على المراعي اللي كان الذئب مسيطر عليها. فالثور الأحمر اتنرفز وجري يشتكي للذئب. الذئب اتجنن، مسك البندقية وطلع يجري على حصانه، وبدأت معركة نارها مولعة. حتى لما البنطلون وقع ما اهتمش والرصاص بيطير في الهواء، لكن دروبي اتعامل معاه بسهولة وكأنه بيتنقل بين الأماكن، وأثبت إن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. طلقة كسرت ببرونة ابن دروبي، فمراته اتوترت ودروبي جري على الحظيرة، مسك الخرطوم والبقرة بدأت تدي لبن لحد ما الطفل بطل عياط. الذئب حاول يرد لكن سلاحه اتعطل، ولما حاول ينتقم الطلقة رجعت عليه وطار شعره. كنت فاكر راس الغزال اللي على الحيطة مزيفة، طلعت حقيقية. الذئب حاول يستخدمها بس انقلب السحر عليه، وفي لحظة ضعف قدر يمسك دروبي ومراته ويربطهم. ما كانش باقي غير ابنهم. الذئب نفخ في خرطوم اللبن والبقرة بقت بالونة، بس ابن دروبي الصغير فاجئه بحركاته السريعة، قدر يهزمه تماما. وفي الآخر العيلة الصغيرة عاشت في سعادة وهدوء، وجابوا حلبة جديدة للبقر، ومن الواضح إن الذئب اشتغل فيها. يمكن المهنة دي أهدى عليه. وولف كاو